ولد خالتي واخا قالت ليه ماما ما يقول والو لماما، ضغط عليه الخطيب. ولد خالتي بحكم انه خاف على بلاصتو في الخدمه ما كان عنده حتى شي حل اخر، جا عند ماما وقال ليها كل شيء. ماما قالت ليها ودي انا ما نقدر نقول لك لا لا، نسول صفاء ونقول ليك. انا نقصت ديك الساعه دخلت عندهم للصاله، قلت لهم انا قابله. ولد خالتي ضربها فيا بواحد مولاتي خنزيره، ولكن انا ما ديتهاش فيه. ودرنا العرس، ولا بنت خالتي لا ماماها ما حضروش. ولد خالتي الوحيد اللي حضر، وغير حيت مضطر، خايف على بلاصتو في الخدمه. صافي سال العرس وجمعت حوايجي وتصيفط مع دارنا بالبكا طبعا. ومني كنت غادا طالعه للطياره ما حسيت براسي حتى داروا بيا عران ديال البوليس. انا تخيلوا لي الباليزه اللي كطلع في الطياره، وبداو كيجبدوا منا الحوايج وكيلوحوهم قدام بنادم، وجبدوا منها 60 غرام ديال الحشيش. انا سما دخت الضبابه طاحت لي على عيني، قلت لهم شنو هاد الشيء، انا راه والله ما ديالي وما عرفتش منين جاني. هما ما زادوش معايا الهضره، داروا لي المينوط وداوني للكوميساريه. ايوا وتشديت وتحكمت ب6 سنين بتهمه التهريب والتجاره في المخدرات. راجلي من تما ما سمعت عليه شي اخبار، عمره ما سول فيا ولا جا شافني. ميمتي الوحيده اللي كانت كتجي تسول فيا وكتصبرني على ديك المصيبه. وانا طول ديك المده اللي كنت في السجن كنت كنقول هاد الفعله باينه دارتها ليا غير بنت خالتي، ولكن ملي غتعرفوا شكون اللي دارها غادي تصدموا.